واخيرا والحمد لله بعد وقت طويل جدا حققت شروط اليوتيوب. اهلا بيكم، انا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناه هنا. والفيديو ده انا عامله عشان اتكلم معاكم على كل الحاجات اللي مريت بيها في خلال الفتره اللي عرفت احقق عن طريقها شروط اليوتيوب، وهقول لكم ايه الوقت اللي انا خدته في خلال المرحله دي، وهقول لكم برضو ايه الحاجات اللي عملتها وايه الحاجات اللي اشتركت فيها وكل حاجه تخص الموضوع ده. وكمان هتكلم معاكم ايه الحاجات اللي انا عملتها صح وايه الحاجات اللي انا عملتها غلط واخرت موضوع تحقيق شروط اليوتيوب معايا. اكتر حاجه بتزهق اي حد انه يبتدي في موضوع اليوتيوب هي شروط اليوتيوب، وزي ما انتم عارفين او اللي ما يعرفش شروط اليوتيوب رخمه شويه، والشروط دي هي ال 4000 ساعه وال 1000 مشترك. وعارف طبعا ان في ناس بتشوف ال 4000 ساعه مشاهده دي انها تحصل انها حاجه تعجيزيه ومستحيل تحصل اصلا، لكن الحقيقه ان الموضوع مش بالصعوبه دي اللي الناس متخيلاه. بس طبعا ال 1000 مشترك انك تحققها اسهل بكتير جدا من ال 4000 ساعه مشاهده. وانا دلوقتي بقى هحكي لكم عن كل الخطوات اللي مشيت فيها، وده عشان لو حد عايز يبتدي او حد ابتدى فممكن يعني الفيديو ده يساعده. وانا كنت اول فيديو انزله ليا على اليوتيوب كان في تاريخ 24 نوفمبر 2023، لكن قعدت الفتره اللي في الاول عشان مش عايز اطلع بوشي وكده، فكنت بشتغل كفويس اوفر بس على شاشه الكمبيوتر، وكان كل المحتوى عن صناعه الفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي. وليه عملته بفويس اوفر في الاول؟ عشان بصراحه كنت خايف من الخطوه دي وما كنتش مستعد لها يعني. وفضلت من شهر 11 لحد شهر 5 كلها ماشي بنفس الطريقه، ان انا بعمل فيديوهات وبحط عليها فويس اوفر بصوتي، لكن المشاهدات اللي كانت بتجيلي كانت ضعيفه جدا بشكل مبالغ فيه، ودي يعتبر من الحاجات اللي اخرتني شويه في تحقيق شروط اليوتيوب. وساعتها بقى انا عملت اكتر حاجه غلط ممكن حد يعملها، ان انا بدات اعمل اعلانات مموله على الفيديوهات بتاعتي، وده كان اكتر قرار غلط انا خدته وبجد اثر عليا جدا لمده 3 4 شهور بعديها، وهنتكلم عن الموضوع ده كمان شويه. وبعد كده بقى لحد شهر 5 قررت خلاص ان انا هتخلص من مخاوفي وان انا ابدا اطلع بوشي وبصوتي، وبدات بقى اشتغل وانزل فيديوهات بنفسي عن التسويق بالعموله، عشان دي اصلا حاجه انا كنت بشتغل فيها قبل ما اخش على اليوتيوب اصلا، بس ما كنتش حابب ان انا ابتدي بيها في الاول، فقلت الاول ابتدي بفيديوهات الذكاء الاصطناعي بما انها بتجيب مشاهدات اعلى. لكن طبعا ده برضو كان قرار غلط، انا كنت المفروض ابتدي بالتسويق بالعموله على طول من الاول، بما انها الحاجه اللي انا اشتغلتها اصلا قبل ما ابتدي على اليوتيوب. وساعتها مثلا لحد شهر 5 ده انا كنت محقق مثلا حوالي 400 ساعه من ال 4000 ساعه، فلسه الدنيا بعيده جدا يعني. ولما فضلت انزل فيديوهات من شهر 5 لحد شهر 12، فالحمد لله في شهر 12 حققت ال 4000 ساعه مشاهده، وكنت وصلت لحوالي 2400 2500 مشترك حاجه كده. وبعد كده بقى ربطت حسابي بجوجل ادسنس ووديت القناه بتاعتي تتراجع، وبعد كده ردوا عليا على اخر شهر 12 او اول شهر 1 كده ان انا الحمد لله اتقبلت في برنامج شركاء النجاح في اليوتيوب، وان خلاص من تاني يوم ما اتقبلت ده هيبدا ينزل لي فلوس على المشاهدات اللي بتجيلي من الفيديوهات، وهي ميزه تفعيل الربح من المشاهدات اللي موجوده في جوجل ادسنس. بالنسبه للسبع شهور دي في ناس بتشوفها رقم كبير وفي ناس بتشوفها رقم قليل، لكن انا شايف ان هو رقم متوسط يعني. طبعا في ناس بتحقق في شهرين وفي 3، بس كسبع شهور وانا اصلا كنت عملت حاجات غلط في الاول هي اللي اخرتني، فسبع شهور يعتبر وقت كويس. وبصراحه بقى من خبرتي المتواضعه جدا جدا في الموضوع ده يعني، ان اهم حاجه عشان موضوع تحقيق الشروط ده ويبدا ينزل لك فلوس على المشاهدات اللي بتجيلك، وهو لازم الاستمراريه في نزول الفيديوهات على قد ما تقدر. فانا كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا الشهر ما انزلش فيه اقل من 3 فيديوهات. طبعا 3 فيديوهات ده رقم قليل جدا، بس ده اللي انا كنت بحاول يعني اتارجته، ان الشهر ما يعديش ان لازم اقل حاجه يكون 3 فيديوهات. وبعد كده الموضوع بدا يزيد تدريجيا، ان انا في الشهر احاول انزل 4 فيديوهات 5 فيديوهات كده يعني. وبدات بعد كده بقى ان انا انزل شورتس اللي هي الفيديوهات القصيره، وهي برده بينزل عليها فلوس على فكره، بس فلوسها قليله جدا، ودي برده بتساعد في زياده المشاهدات على الفيديوهات الطويله بتاعتك. وانا كنت دايما بتعامل في الاول لا المشكله في المايك، لا المشكله في الكاميرا، لا المشكله في المونتاج، بس هي الحقيقه كانت المشكله فيا انا اصلا، وهو اني كنت بعمل فيديوهات بشكل عشوائي جدا عن ادوات الذكاء الاصطناعي وبدخل مواضيع مالهاش علاقه ببعضها. مره انزل محتوى عن الكوره، مره عن الرياضه، مره عن الحروب، مره عن مش عارف ايه، حاجات غريبه كده. وبعد كده دخلت شويه على صناعه تصاميم اونلاين وصناعه تيشيرتات اونلاين اللي بتتباع اللي هي البرنت اون ديماند والحاجات دي، وشويه بعد كده تصاميم بنترست وازاي نبيع تصاميم بنترست والحاجات دي كلها. بس في الاخر هي مواضيع مالهاش علاقه ببعضها، هي كلها بتندرج تحت الربح من الانترنت، لكن هي حاجه من الشرق على حاجه من الغرب، مش ماسك حاجه معينه موضوع بتتكلم فيه. ولما بقى بدات افهم الموضوع ده بدات المشاهدات بتزيد تدريجيا على الفيديوهات. وفي الاول لما بدات بمايك عادي جدا، بعد كده بقى اشتريت المايك ده وهو بصراحه حلو وصوته حلو وكده، لكن والله بشوف ناس عندهم 100000 و50000 مشترك و150 كمان وبيستخدموا مايك ضعيف جدا. فموضوع المايك ده مش هو العائق خالص، وكده كده دلوقتي كل الناس معاهم موبايلات سمارت، فانت مش محتاج تشتري كاميرا بروفيشنال، لا ده انت اي كاميرا موبايل دلوقتي ممكن انها تصور فيديو لليوتيوب. ومن الحاجات بقى اللي ساعدتني في زياده المشاهدات وترتيب الافكار وكده هي اداه فيد اي كيو. واللي ما يعرفش ايه هي اداه فيد اي كيو، هي اداه بتساعد اي صانع محتوى على اليوتيوب، فهي بتدي لك افكار للفيديوهات المرتبطه بالمحتوى بتاعك عشان انت تعمل الافكار دي في فيديوهات، وبتقول لك ايه الكلمات المفتاحيه اللي عليها طلب واللي بتجيب مشاهدات عاليه وعشان تحطها في التاجز بتاعه الفيديو بتاعك وانت بترفعه على اليوتيوب. وطبعا الكلمات المفتاحيه اللي بتحطها دي بتفرق
هتفرق جدا سواء الفيديو بتاعك هينتشر ولا لا. هم بقى بيقولوا لك ايه الكلمات اللي عليها طلب في المحتوى بتاعك عشان تحطها في الفيديو، وكمان بتقترح عليك اسامي العناوين الفيديوهات بتاعتك عشان تبقى متماشيه يعني مع الفكره بتاعت الفيديو والوصف والكلمات المفتاحيه وكده. وطبعا العنوان بتاع الفيديو ده هو اهم حاجه اصلا، فهي بتقترح عليك وبتساعدك انها تديك عنوان ماشي مع فكره الفيديو كله. وكمان بتقول لك ايه الكلمات المفتاحيه اللي المنافسين بتاعك في المجال ده بيستخدموها، وكل فيديوهاتهم وافكارهم عامله ازاي، وايه الافكار اللي عندهم اللي جابت فيوهات وايه الافكار اللي ما جابتش. فهي بتحلل لك السوق يعني. فانت مثلا بتعتبرها عباره عن ايه؟ هي تعتبر مساعد شخصي للقناه بتاعتك. على فكره انت من غيرها مش هتضيع يعني، عشان ما توهمش نفسك، لكن لو استخدمتها فهي هتساعدك بشكل كبير، وان شاء الله هنبقى نعمل عنها فيديو مفصل قريب. واظن كده انا اكون وضحت لك كل حاجه من واقع خبرتي البسيطه والضعيفه جدا في موضوع تحقيق شروط اليوتيوب. فممكن اي معلومه انا قلتها ممكن تفيدك. ومن الحاجات اللي قلتها من شويه وقلت عايز اتكلم عليها دلوقتي بشكل اكتر هي موضوع الاعلانات المموله اللي عملتها في الاول، وهي كانت غلطه كبيره جدا. بس انا ما كنتش فاهم ان انت بتعود خوارزميات اليوتيوب ان انت ما تظهرش للناس غير لما تدفع فلوس، وكده كده كل الساعات اللي بتجيلك مشاهده من الاعلانات المموله دي ما بتتحسبلكش اصلا. والحركه دي بجد فضلت اعاني منها فعلا حوالي 3 4 5 شهور بعديها، بسبب انها كانت قاضيه على القناه نهائي في المشاهدات. كل ده بسبب ان انا ما كنتش فاهم في الاول امتى استخدم الاعلانات المموله دي وامتى الوقت اللي هتفيدني فيه. فدي غلطه قلت اتكلم عليها عشان ما فيش حد يقع فيها. وفي الاخر بقى نصيحتي في الموضوع ده كله ان صناعه المحتوى دلوقتي تعتبر انها بقت مهنه، مش حاجه بتعملها وقت الفراغ وخلاص. وعشان تنجح فيها، وانا عارف طبعا ان انا يعتبر يعني لسه ما نجحتش قوي فيها يعني، لكن انا بحكي لك التجربه اللي انا مريت بيها اللي هي صغيره او ضعيفه ايا كان. فمن رايي عشان تنجح فيها ان انت لازم تركز في موضوع انت تكون بتحبه، وتكون شفت منه فيديوهات كتيره جدا، وتكون متابع كل الابديتس اللي بتحصل فيه، وتحاول بقى تحضر للموضوع ده كويس جدا. وبعد كده على طول ما تترددش ان انت تعمل قناه على اليوتيوب وتبدا تتكلم على المحتوى ده. وعشان طبعا بيبقى عندك كذا طريقه تجيب منها فلوس، سواء فلوس من المشاهدات او سواء من الفلوس من الافيليت لينك اللي بتحطهم، اللي هو برنامج التسويق بالعموله بتاع الادوات يعني وكده. فانت لو شرحت اداه والناس اعجبت بيها، الناس بتخش من اللينك بتاعك وبتشترك، وساعتها انت بتاخد عموله على الاشتراك ده. وكده كده اول ما تبتدي هتلاقي في الاول ان صوتك رخم والفيديو وحش وشكل التصوير مش حلو وكل حاجه مش حلوه. بس برضه عايز اقول لك ان انت دلوقتي بتشوف كل الناس كانوا بادئين نفس البدايه دي، فعادي هيبقى زيك زيهم. ولما بتيجي تبص على الفيديو الاولاني بتاع احمد ابو زيد او بتاع نصوحي او الناس دي، بتشوف الفيديوهات كانت عامله ازاي الاول، وهم ابتدوا لا كان معاهم مايك ولا كان معاهم كاميرا كويسه ولا اي حاجه. وانت زي ما قلت لك كل اللي انت محتاجه الموبايل بتاعك، اللي هو دلوقتي معظمنا او كلنا شايلين موبايلات سمارت، وانك تجيب مايك مش لازم يكون غالي زي ده كده، ممكن يكون حاجه رخيصه شويه وتمشي بيه الامور في الاول. والحاجه المهمه بقى ان انت تهتم بالمحتوى اللي انت بتقدمه على اليوتيوب ده، وتخليك متابع جدا كل التحديثات اللي بتحصل فيه عشان تبقى تطلع تتكلم عليها على الناس، عشان انت كل ما انت تكون ابديتد فيه، فبعد كده لما يحصل اي حاجه الناس هتخش تدور في القناه بتاعتك على المعلومه. وكده خلاص احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكون التجربه اللي شاركتها معاكم دي تجربه تعجبكم او ممكن تفيد حد او كده. ولو حد وصل في الفيديو لحد اللحظه دي فيا ريت تسيب لنا كومنت ويشجعنا فيه، او يقول لنا الفيديو الجاي عايزه عن ايه او اي حاجه. ولو في اي حاجه واقفه معاكم او في اي سؤال عايزين تسالوه فيا ريت تبعتوا لنا على اكونت انستجرام بتاعنا، وهنسيب لكم لينك اكونت انستجرام وتيك توك تحت، وابعتوا لنا في الدي ام الرساله او السؤال اللي عايزين تقولوه، وان شاء الله هننزل عليهم الفتره اللي جايه حاجات هتفيدكم جدا في مواضيع التجاره الالكترونيه او صناعه المحتوى او التسويق بالعموله وكل الحاجات دي يعني. وطبعا اكيد ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نشوفكم بفيديو جديد بفكره جديده، ونشوفكم على خير. سلام.